مالك شخص هادي وحيد بيحب الرسم، عايش مع والدته وبيعاني من إن الناس مش فاهماه. في يوم عادي جدا بيصحى من النوم، يلاحظ إن ظله بيتأخر في الحركة، ولما بيقف يلاقي الظل بيكمل المشي لوحده. مالك يبدأ يشك في نفسه، بيقفل النور يحاول يختفي، لكن الظل بيظهر حتى في الضلمة. يروح يسأل شيخ، طبيب، وحتى صاحبه الوحيد، مفيش تفسير، لحد ما يلاقي مكتبة قديمة مهجورة وفيها كتاب عنوانه الظل التايه، هو النسخة اللي رفضتها. مالك يبدأ يحلم كل يوم إن ظله واقف قدامه، وبيشوف مواقف من حياته بس من منظور مختلف، زي إنه كان ممكن يتكلم بس سكت، كان ممكن يساعد بس تجاهل، ويفهم إن الظل مش كائن خارجي، ده جزء منه هو نفسه اللي خباه جواه سنين. لو وصلت لحد هنا اعمل لايك واشتراك. ينتقل مالك لعالم خيالي داخلي، زي حلم أو بعد تاني، في أماكن بتتغير حسب شعوره وبيمشي ورا الظل بتاعه. كل باب بيفتحه بيشوف نسخة من نفسه، الطفل اللي كان شجاع، المراهق اللي اتظلم، الشاب اللي اتخلى عن حلمه، وفي الآخر الظل بيقوله أنا مش عدوك، أنا أنت. مالك يقرر يقبل كل جوانب نفسه، ياخد الظل بإيده ويتحدي بيه، يرجع لعالمه الحقيقي، لكن المرة دي هو شخص تاني، بيتكلم، بيرسم بحرية، بيواجه الناس، وبيبدأ يرسم لوحة جديدة فيها ظله قاعد جنبه مش وراه. اللي بنخاف منه جوانا هو أكتر حاجة بتخلينا نكمل. الفيديو يوصل للناس اللي بتحس إنها تايهة، اللي مش عارفة تواجه مشاعرها، ويديهم أمل إن التغيير الحقيقي بيبدأ من قبول النفس. لو عاوز تعرف أكتر تابع بوابة إكس.